تعالي اقولك ازاي تعملي البطاطا المشوية في الحلة من غير فرن، وفي ربع ساعة هتكوني مخلصاها وبتاكلي احلى بطاطا مشوية ممكن تدوقيها. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عندي هنا 2 كيلو بطاطا منقوعين في المية ومغسولين كويس جدا، عشان خاطر تنزل الطينة بتاعتها لحد ما تنضف خالص معايا البطاطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتكون مندية شوية مية، ما بتكونش نشفت خالص وسايباها. وبعد كده انا هاخدها هجيب معايا الحلة بتاعتي. انا هنا عندي حلة ضغط، بس هي تنفع لو حلة عادية هتنفع، بس هتاخد معاكي شوية وقت شوية. انا عندي هنا حلة الضغط جبتها معايا، وجبت ورقة زبدة هفرشها في قاع الحلة بتاعي، وهبدأ ان انا ارص البطاطا بتاعتي كلها فوق بعضها عادي، مش مشكلة، فوق بعض كل الكمية هرصها كلها بالشكل ده لحد ما هخلص كل الكمية اللي معايا في الحلة. زي ما قلت لك، لو ما فيش حلة ممكن حلة ضغط هتجيبي حلة عادية. حطيت نص كوباية مية، نص كوباية مية بس، وحطيت فنجان سكر. فنجان السكر ده بيديها اضافة حلوة قوي وتديها كرملة جميلة جدا. وكمان عندك لو البطاطا عندك مش حلوة قوي، بتخلي البطاطا عندك حلوة وطعمها جميل جدا. بعد كده هحط الحلة عندي على النار وهغطيها. هغطي الحلة بتاعتي وهقفلها كويس. حلة الضغط، وقلنا لو عندك حلة هسيبها حوالي ربع ساعة، وبعد كده هلاقيها استوت وبقت زي الزبدة. ازاي طلعت معايا زي ما انتوا شايفين كده بالجمال، اللون تحفة وكمان طرية وريحتها تجيب اخر الشارع. بألف هنا وشفا عليكم يا رب. لكل اللي جربها بيبقى فيه عنده صوص كده كرملة من في اخر الحلة، في قاع الحلة. هبدأ ان انا اجيب شوية كده وارشهم عليها، ما تسيبوهوش ده يا جماعة، ده بيديها طعم خطير قوي. فحطوه عليها وكلوها بألف هنا وشفا. هوريكم دلوقتي جمالها، شايفين مشويات احلى من شوي الفرن واحلى من اي عربية في الشارع. هناخد البطاطاية، شايفين زي الزبدة، يعني فعلا زي الزبدة. في ربع ساعة كنت عاملاها وكنا اكلينها كمان. هنا كانت خلاص بردت، مزبدة قوي وناعمة وطرية. لو وصلت معايا لحد هنا حطي لايك وكومنت حلو كده زيك يا امارات. هتوحشوني. لحد الفيديو اللي جاي، مع السلامة.